مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله لهذه الحلقة المباشرة من برنامج الأسرة. صناعة المستقبل، أو بالأحرى صناعة المستقبل الناجح في أي مجتمع من المجتمعات مرهون لا شك بالأسرة التي تعي أهمية مفهوم صناعة مستقبل براق ومتميز لأبنائها. الأسرة التي تمتلك أدوات صناعة مستقبل تعتمد عليه أجيال وراء أجيال. الأسرة التي قررت أن تشارك في حياكة نسيج مجتمع تنموي متطور ومستقر في آن واحد. كيف تكون الأسرة وسيلة نجاح أو وسيلة نجاح صناعة مستقبل مجتمع بأسره؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، سوف نناقشه مع ضيفي الكريم من المملكة العربية السعودية، المهندس سعيد المرضي، مدرب وخبير مشاريع ومدرب تنمية بشرية. نحييه. السلام عليكم. حياكم الله أختي. الله يحييكم وأحيي الأخوة الحضور والأخوة خلف الشاشات. حياك الله. وطبعا معنا مشاهدينا الكرام كوكبة من الجمهور والمبدعين والمتميزين من دولة الإمارات العربية المتحدة، إن شاء الله بنسمع عن مشاريعهم. حييهم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. مدعومين من قبل الأسرة ومدعومين من قبل حكومة دولة الإمارات. إذا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، لكن قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الحلقة المتميزة حقيقة، دعونا نتابع هذا الاستطلاع. سألنا الجمهور برأيك كيف تساهم الأسرة في صناعة مستقبل ناجح؟ أجابوا وقالوا. نتابع. أول شيء بالتفاهم مع أبنائها وتعليمهم أنه الحياة هي معركة الواحد لازم يتحلى فيها بالأخلاق الحلوة لحتى يقدر يمشي فيها. وبعدين التوفير بالمصاريف المو ضرورية كتير مهم لحياة الأولاد، مشان بس يكبروا يلاقوا بيت ناطرهم ويلاقوا مستقبل ممتاز ومرموق لهم بالمجتمع. إذا توفرت الظروف المناسبة والجيدة أعتقد ممكن يتربى جيل جيد. لازم أول شيء تكون تعاون بين الزوج والزوجة مع بعض مشان يكملوا الأسرة كاملة. أول سبب توفير التعليم الجيد وتوفير العناصر الأسرية الأساسية واحترام الأطفال واحترام تفكيرهم والحث عليهم وعدم إلغاء أي موهبة تخصهم، الرسم تنميتهم وحثهم عليها، عدم أبدا ذمهم عليها، التربية الصالحة أكيد طبعا، والتعاليم الإسلام هي أساس تحطها فيهم، وإنه نتعامل معهم على إنهم تقريبا شبه أصحابنا، يعني فوق إنهم أبنائنا، مش دايما في صراخ وضرب لا، يعني إنهم أصحابنا. كيف شو عملت اليوم، شو هيك، إنه حاول تفهم أفكارهم وتواصل عليهم بطريقة إيجابية وعدم إلغاء أي شيء بيخصهم من تفكيرهم أو إحباطهم بشكل عام. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. حقيقة من آخر رأي في هذا الاستطلاع أريد أن أطرح على حضرتك السؤال. نعم. سياسة مصادرة الأفكار من قبل الأسرة، وسياسة القمع إذا جاز لي التعبير، الاستخفاف برأي الأبناء إذا جاز لي التعبير داخل المنظومة الأسرية، كل هذا أعتقد أنه هو أحد مقومات أو معوقات صناعة مستقبل ناجح لأبنائنا، وبالتالي صناعة مستقبل ناجح للمجتمع كله. تعقيبك؟ صحيح. أولا الأسرة هي المصدر، أو خلينا نقول لك الضوء الذي يوقد في الشاب أو الشابة الحماس. نعم. وتخطيط المستقبل. نعم. الشاب هو المسؤول الأول والأخير عن بناء المستقبل، ولكن الأسرة هي من الداعم، يعني تعتبر داعم رئيسي للشاب والشابة. في أيضا الإنسان عندما ينظر إلى المستقبل ويريد مستقبل مشرق، فالمشكلة أنه لا يعي ضرورة بناء المستقبل أو صناعة المستقبل. صناعة المستقبل للعلم، صناعة المستقبل أصبحت منهجية تطبق وتعلم وتدرس، أيضا نقدم فيها دورات. المستقبل الآن هو بالضرورة للإنسان ينتبه إلى مستقبله. نعم. طيب خلينا نعود قليلا إلى البذرة الأساسية لصناعة مستقبل الأبناء. نحن عندما نقول أعتقد لا يوجد شخص منا
لا يريد لأبنائه مستقبل جيد. صحيح. لا يوجد حد منا لم يخطط يوما ما إلى مستقبل أفضل. جميل. لم يوجد حد منا عايش بدون حلم، كلنا لدينا أحلام إلى مستقبل أفضل. طيب خليني أعود مرة أخرى إلى الأسرة. إلى أي مدى برأيك تعتبر عدم وعي الأسرة بأهمية وإدراك أنه المستقبل الناجح يبدأ منها من أساساً؟ نعم. يعني قد يعوق وجود مستقبل متطور مشرق ومشرق بالنسبة للأبناء. طيب أولا دعيني أقول بأن الكل، عندما أقول الكل فإنني أقصد الأفراد اللي هم الشباب والشابات، أيضا الأسر، الشركات، المنظمات، أيضا الدول. نعم. الكل يريد مستقبل مشرق. أكيد. ما في أحد في هالدنيا إلا هو يريد أن يبني مستقبل مشرق. ناجح. لكن المشكلة في وعي المستقبل، في وعي البناء. وبناء المستقبل هو خطوات. من ناحية الأسرة هي النقطة الرئيسية لنجاح وفشل المستقبل للأبناء. طيب أين يكمن النجاح والفشل؟ في سوء الوعي، التخطيط ولا في سوء التنظيم؟ لا، في عدم معرفة طريقة البناء، أو خلينا نقول لك صناعة المستقبل. عندما تكون الأسرة على سبيل المثال. نعم. يعني خلينا أقول لك أمشي معك مراحل بناء المستقبل. أول مرحلة اللي هي الاكتشاف المستقبل. طيب. كيف تعرف مستقبلك؟ هل مستقبلك حقيقي أو غير حقيقي؟ هل المستقبل الذي بنيته أو كان في فكرك هو المستقبل الصحيح أو غير الصحيح؟ إذا كانت الأسرة تعي هذه الجوانب فإنها ستساهم مساهمة فعالة في اكتشاف المستقبل. لا إذا احنا لازم نوضح أكثر للسادة المشاهدين. بالتأكيد. وأريد أن أنوه أيضا قبل أن يعني أعطيك المجال أستاذ المهندس سعيد، بأنه السادة المشاهدين الكرام الجالسين الآن في بيوتهم واللي يشاهدون هذه الحلقة تستطيعون التواصل معنا طبعا عبر الأرقام المدونة أسفل الشاشة إذا كان لديكم أي رغبة في التفاعل معنا في إطار كيفية بناء أو صناعة مستقبل ناجح من خلال الأسرة. كيف نسمع منكم؟ وإحنا عندنا تجارب بعد قريب نسمعها إن شاء الله. نعود إلى حضرتك. تفضل. فذكرنا المرحلة الأولى في بناء المستقبل وصناعة المستقبل هي اكتشاف المستقبل. أعطيك مثال. الآن على سبيل المثال الطالب اللي ياخذ فول مارك أو مثلا درجة 100 من 100 على طول الأسرة توجه ابنها إلى الطب. نعم. أن يكون طبيب. قد يكون التوجه أو المستقبل المبني يعني مختلف تماما عن مسألة الطب. فهذه هي مسألة اكتشاف الأسرة لقدرات أبنائهم منذ الاكتشاف له منهجية. إذا حبيت أني أدخل في منهجية الاكتشاف له منهجية. كيف ممكن أن احنا نكتشف منهجية؟ احنا نتكلم في منذ الصغر. قصدك منذ الصغر. أيضا إذا كان عند الشاب طموح، المستقبل يبنى بال5 سنوات. يعني خلينا نتكلم معاك 5 سنوات الأولى لعمر الطفل. أنا أتكلم لك عن واقع تجارب. ليست مسألة يعني نظرية. نعم. كل 5 سنوات. لأن كل 5 سنوات يتغير الفكر، يتغير الطموح، يتغير أيضا الأقران، يتغير القدوات. في كل 5 سنوات لابد تبني مستقبل 5 سنوات الأخرى. قد يكون لك رؤية، لكن بناء المستقبل يكون خلال ال5 سنوات. هذا اللي أتحدث عنه بالأسرة. تبني مستقبل الابن خلال 5 سنوات. تشوف أيضا توجه. الاكتشاف يعتمد على 3 مراحل. أولا اللي هي المراقبة. نعم. الأسرة اللي حابة أنها تكتشف مستقبل ابنها تراقب أحلامه. تراقب أيضا الأفكار، إيش نوع الأفكار اللي هو يفكر فيها. تراقب الأقران. نعم. تراقب أيضا القراءات. تراقب عن بعد. أيضا الحديث عندما يتحدث الطفل فإنه سوف يتحدث تلقائيا في المجال الذي هو يعني المجال المرغوب عنده. إذا كان يتحدث في الكرة فإن اتجاهها أيضا كروي. إذا كان يتحدث، إحنا لا نتكلم في الحديث العام. التركيز الميول في الحديث، الميول العام أو الاتجاه العام. المراقبة. الأسرة تبدأ في مراقبة. وإذا كانت يعني أسرة أيضا مهتمة تبدأ بالتدوين. اتجاه الأبناء يختلف. نعم. كل ابن له اختلاف. إذا عرفت التوجه فإنها تساهم أيضا مساهمة، تنتقل إلى المرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى هي القياس. قياس هذا المستقبل.